السلام عليكم. لو أقولك إن اللي اتصل بالشرطة وقال الحقوا أختي بتموت هو نفسه اللي طلع القاتل، هتصدق؟ طب لو قلتلك إن القاتل دي مش راجل، لأ، دي كانت أقرب الناس ليها. تعالوا نبدأ الحكاية من الأول. كان في دكتورة اسمها نهى، ست محترمة وشاطرة جدا في شغلها، شغالة مديرة مستشفى ورثت المستشفى من أبوها بعد ما توفى، ومعاها أختها الوحيدة حلة. الاتنين عايشين كويس وكل حاجة ماشية تمام، أو على الأقل ده اللي باين قدام الناس. نهى كانت متجوزة راجل اسمه أسعد، راجل ميسور، لكن بعد شوية مشاكل وخناقات العلاقة ما استمرتش وتم الطلاق، والدنيا اتقلبت شوية، بس محدش كان يتوقع اللي هيحصل بعد كده. في يوم الشرطة استلمت بلاغ غريب من حلة بتقول الحقوا أختي بتكلمني فيديو كول، وفجأة ظهر ملثم بيحاول يقتلها، وبعدها التليفون اتقفل. قوة من الشرطة اتحركت فورا، دخلوا الشقة ولقوا 13 طعنة، جريمة كاملة، بس مفيش آثار عنف، مفيش بصمات، والدافع مش سرقة. وده اللي خلى الشرطة تسأل القاتل دخل ازاي وخرج من غير ما يسيب أثر؟ بدأت الشبهات تروح لأسعد طليقها. ليه؟ لأنه كان حصلت بينه وبين نهى خناقة كبيرة قبل كده في المستشفى، وقال كلام عن إنها خاينة وكان بيهددها، بس لما الشرطة جابته طلع عنده شوكة غياب قوية. كان في مطعم وقت الجريمة وأثبت ده بالفيديوهات والفواتير. بعد كده راحوا لأسامة، أب مكلوم، ابنه مات داخل مستشفى نهى بسبب جرعة بنج زيادة. الراجل كان بيهدد نهى علني وبيقول هننتقم منك، لكن برضه طلع من يوم وفاة ابنه مخرجش من بيته، وكاميرات المنطقة أثبتت ده، يعني أسامة كمان بره الشبهة. وهنا حصلت المفاجأة الكبيرة. الطب الشرعي قال إن نهى ما ماتتش بسبب الطعنات بس، لأ، كانت متخدرة بنسبة عالية جدا قبل القتل، يعني حد خدرها وبعدين قتلها وهي مش في وعيه. طب مين اللي يقدر يخدرها؟ ومين اللي يعرف تفاصيل بيتها؟ ومين اللي موجود قبل الشرطة بدقايق؟ أختها حلة. الشرطة بدأت تشك في حلة لأنها أول من دخل الشقة، وكلامها عن الملثم ملوش أي دليل. الكاميرات ما شافتش حد، والموبايلات بتاعتها وبتاعت نهى كلها فاضية، كل حاجة متمسحوحة. تم استدعاء حلة تاني وكانت منهارة، بتقول إنها مش قادرة تتكلم، وتم إدخالها العناية المركزة، لكن رجال المباحث كانوا أذكى، عرفوا إنها بتمثل وتم القبض عليها. وبعد ضغط طويل انهارت حلا واعترفت، أيوة أنا اللي قتلتها، لأنها قتلتني مرتين. المشقق: قتلتك إزاي وإنتي عايشة؟ حلا: قتلت قلبي لما خدت جوزي. وهنا المفاجأة الكبرى، دكتورة نهى كانت على علاقة بزوج أختها. العلاقة دي بدأت بعد طلاقها من أسعد، وكان جوز حلا بيزور المستشفى كتير، واللي حصل بينهم اتسرب لحلا بالصدفة. في لحظة انهيار قررت حلا تنتقم، هدت مفاتيح الشقة، دخلت وحركت في العصير مخدر، خدرت أختها، وبعد كده وجهت ليها 13 طعنة. وبكل برود مثلت إنها اتكلمت معاها فيديو كول، وعملت مسرحية الملثم. قضية هزت الناس كلها، لأن القاتل ما كانش غريب ولا عدو، القاتل كان الدم من نفس الدم، وساعات الغدر ما بيجيش من بره، بيجي من أقرب الناس. دي كانت قصة دكتورة نهى اللي خانت واتهانت واتقتلت، وكل ده بسبب جوز أختها.